في ايه يا ابني؟ ايه؟ بتبصلي كده ليه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا جماعة بجد، انقطعت عنكم والفيديوهات وقفت في سلسلة كأس العالم لمدة طويلة، والله بسبب حاجات يعني خارجة عن إرادتي. في اللي كان عنده امتحانات، وفي اللي حصل مشكلة في المكان اللي بنصور فيه، وحاجات كتير حصلت. ودينا رجعنا في فيديو يمكن من أهم الفيديوهات في كأس العالم، واللي هي قبل النهائي بالظبط، بعد ما تحدد مين الاتنين اللي هيلعبوا. طبعا اتحدد خلاص النهائي، الأرجنتين وفرنسا. وبجد بجد عاوزين نتكلم عن المغرب باستفاضة، يعني عن الرحلة اللي هي مشيتها. وقبل اي حاجة عاوز اقول ان هي بجد كانت فخر للعرب كلهم، وشرفونا، وكانوا رجالة وقفوا قدام منتخبات كتير، وكرويا هم على مستوى عالي يتخاف منهم، واعتقد كانوا احسن كمان من انجلترا. حصل يعني عايش والله المغرب بجد، وعملوا شغل عالي قوي. يعني يمكن بس هم عملوا اللي عليهم كويس قوي في ماتش فرنسا، بس التوفيق ما كانش معاهم. بس يعني فرنسا كانت بتلعب بشكل قدام المغرب، كانت خايفة منها بجد، كانت بتلعب على المرتدات، يعني على السرعات اللي عندها برضو. ففرنسا يعني ما كان يعني المغرب كانت تستحق تبقى في النهائي والله، بعد المجهود اللي هي عملته طول البطولة. طلعت اسبانيا والبرتغال، وكسبت بلجيكا وكرواتيا، يعني عايش والله. وهتلعب تحديد تالت ورابع برضو مع كرواتيا، يعني ان شاء الله تاخد تالت ويبقى مركز حلو ليه. ان هي توصل اصلا للمربع الذهبي ديت حاجه كبيره، يعني اكيد حاجة انجاز. كأول فريق عربي يوصل للمربع الذهبي وكده. وبس. وليد الرجراجي يعني عمل منتخب من حاجه، يعني ما كانش حد يتوقع ان هي تحصل. كنا كسبناها احنا، كنا كسبناها بواحد فانوسيتشي ده اللي معاهم. بس يعني جه عمل فرقه غير الفرقة. اي حد يخاف منها. عايش والله المغرب، يعني اكيد حاجة تزعل والله ان هم وصلوا كل ده وفي الاخر ما كانت تأهلوش. عامله ماتش جامد قوي قوي قدام فرنسا. لعيبه واحد كانوا كويسين، يعني عايش والله دي. تقول حاجة؟ فطبعا انا كان توقعي من الاول والارجنتين ان هي تكمل. وعلى فكره انا كنت في حاجه ما كنتش قلتها في الفيديوهات، بس قلتها مثلا لخالد. قلت له ان الارجنتين من قبل حتى ما المجموعات تبدا، قلت له الارجنتين هتاخد كاس العالم. احنا الله اعلم لسه مش عارفين. هي في النهائي ماشي، انما تاخد دي صعبه. طب بما اننا دخلنا في الموضوع ده، ايه توقعاتكم لنهائي كاس العالم الارجنتين وفرنسا؟ فرنسا طبعا، هي بعيدا عن الشكل اللي لعبت بيه قدام المغرب، بس فرنسا لا حلو. هي اللي جمعها اللقب في 2018، يعني عندها دافع تاخده، تحافظ على اللقب وكده. وبرضه الارجنتين برضه عندهم الدافع ان هم عايزين ميسي يرفع الكاس وكده. بس برضه انا شايف ان هي برضه الارجنتين عامله بطوله حلوه من بعد ما خسرت من السعوديه، وهي عامله بطوله حلوه قوي، ميسي شايلهم عامل معاهم كل حاجه. بس نفسي فرنسا تاخدها بصراحه، مش عايز ميسي ياخدها. ازعل منك في الارجنتين. هو طبعا صعب تحدد مين اللي هيكسب، لانهم فريقين كبار، وميسي شايل الارجنتين من اول البطوله لحد دلوقتي، وهيبقى صعب تحدد مين اللي هيكسب. بس انا متوقع الارجنتين. يعني هنا واحد فرنسا، واحد ارجنتين، وانا طبعا الارجنتين. وكمان بعيدا عن ان انا عاوز الارجنتين تكسب، لا انا شايف ان الارجنتين ممكن تشل حركة فرنسا شوية في الماتش. يعني المغرب عملت حتة كده منها ان هي وقفت فرنسا شوية. اعتقد لا، الارجنتين هتضايق فرنسا ويخطفوا جون ويبقوا كسبوا النهائي. وبعدين برضو يعني الارجنتين حاسس ان الدفع اكبر، اخر بطولة الواحد فيهم اللي هو ميسي، وكلهم نفسهم ان هم يشيلوا الكاس ده. ما حصلتش غير ايام مارادونا، وكانت هم مرتين وزمان قوي. فالدفع لا اكبر ان هم وصل كل ده وفي الاخر يخلصوا كده. لا، فرنسا مش هتاخدها السنه. لا بس برضو فرنسا عملت برضو حوار كده قدام المغرب، اللي هي سابت لهم الكرة خالص، وبدأت تدافع
اسمه ايه ده، ب 10 او ب 11 لاعب بال 11 لاعب كلهم كانوا بيدافعوا ورا، وكانوا معتمدين على المرتدات والسرعات اللي عندهم مبابي والناس اللي معاهم دي. فممكن برضو تعمل الحوار ده قدام الارجنتين، تسيب لهم الكرة خالص وتدافع وتلعب على المرتدات وكده، وهرنانديز والناس ديت اللي هم عندهم سرعة وكده. بس فيعني فرنسا ان شاء الله. هي فرنسا من اول البطوله لحد دلوقتي كل ماتش كانت بتستقبل جول، فانا متوقع ان هي تستقبل زي كل الماتش ما عدا ماتش المغرب بس. ان المدرب غير في طريقه لعب، كان بيلعب الاول ان هو يدافع بكل لعيبه وبيلعب على المرتدات، دلوقتي كان بيهاجم ودفاعه مظبوط ما كانش وحش، بس هي حظوظ. مش عارفين ايه اللي هيحصل، الماتش صعب. نهائي اصلا كاس العالم كله، ايه رايكم في كاس العالم اصلا النسخه دي بالذات؟ لا نسخة يعني محدش يتوقع اصلا ان النهائي هيبقى فرنسا موجودة تاني. يعني كله كان بيقول البرازيل طلعت، يعني المانيا طلعت من المجموعات، البرتغال برضو المغرب طلعتها، اسبانيا المغرب طلعتها، يعني فرق تقول ان هي بتاع النص النهائي اصلا. الفرق اللي طلعت دي كلها كان كله متوقع ان هي توصل نص النهائي، مربع ذهبي. بس يعني نسخة يعني هي اعظم نسخه بصراحه، اعظم نسخه لكاس العالم لحد الان. عايزين نشكر قطر طبعا على التنظيم. طبعا لا عملوا تنظيم جميل جدا، كنا اتكلمنا عن الموضوع ده. برضه عايزين نتكلم عن الدموع، كميه الدموع اللي شفناها في كاس العالم دي. اكتر يعني دمعة زعلت عليها دمعة كريستيانو وهو طالع طبعا. كلنا بس زعلت له طبعا، يعني مفيش حاجه توصف الزعل اللي انا زعلته عشان اكتر حد والله كريستيانو. يعني واحد بحجم كريستيانو يعني، وبرضه ما كانوش متوقعين ان هم يكسبوا المغرب، قصدي يخسروا من المغرب وكده. فيعني كانت صدمه بالنسبه لهم والله، حاجه تحزن والله ان كريستيانو يعني طبعا يطلع من البطوله بدري كده يعني. بس عايش والله، المغرب عملوا انجاز عظيم بجد. وبرضه يعني انا ما كانش عاجبني قوي الطريقه اللي بيتعاملوا بيها مع كريستيانو في اخر شويه دول. هو بصراحه المدرب بتاع البرتغال ما يستحقش يمسك البرتغال بصراحه، يعني ما عندوش امكانيات اللي هو يعني معاه لعيبه يعني بحجم الجامد قوي، ما عرفش يستغلهم. كريستيانو بيلعب اي حد في الملعب بيخاف منه، ما كانش بيعتمد عليه. ويعني جه في اول بطوله كان بينزله اساسي، جه في الاخر بدا يبدله في الدقيقه 80، ما كانش بيلحق يلعب خالص يعني. بس برضه العمر مع كريستيانو حاجه صعبه بصراحه. عايز اقول طبعا جون كريستيانو وبرونو، الجون اللي اتحسب لبرونو ده زي ما قال لنا برضو ابو تريكه، قال لك انا صدق كريستيانو وما صدقش الفيفا، ودي حاجه برضو انا شايفها لكريستيانو، هو قال يبقى جابها يبقى هو جابها، وده جون برضو زعلني لكريستيانو. ان هو ما اتحسبش كريستيانو. نيمار والبرازيل اللي ما كناش متخيلين ان هي تطلع ابدا. خروج محزن جدا طبعا، خروج طبعا زعلنا كلنا، وبالذات نيمار ان هو كل مره تقريبا وكل نهائي حتى مع باريس في نهائي الشامبيونز ليج اللي قبل اللي فات. هو نص النهائي بالنسبه لهم من 2000 وكام، من 2008 باين، لا من 2006 هما بيخسروا في النص النهائي على طول يعني. وفي 2014 خسر النهائي، نص نهائي برضه، لا كان نهائي المانيا 7-1. فيعني هم كانوا جايين البطوله معتمدين ان هم هياخدوها، ما عندهمش برضه الحته اللي هي في الاوروبيين ان هم يعني مثلا انتوا كسبانين ساعه ما نيمار جاب الجون في الدقيقه 106 باين، يعني كانوا يقدروا ان هم يضيعوا وقت، يموتوا وقت، بس هم بداوا يستعرضوا بالكوره. يعني حته الاستعراض دي عندهم كانت زايده قوي في البطوله. فيعني لو حصل ان هم يعني سابوا الكره لكرواتيا بداوا يستعرضوا كده، فيعني طلعوا من البطوله. حته الخبث الاوروبي اللي عند الفرق الاوروبيه اللي هم يموتوا الوقت، يضيعوا وقت طالما كسبان كده، الحته ديت مش في الفرق اللي هي من امريكا الجنوبيه وكده، الحته دي مش فيها يعني. حاجه اللي هي
وصعب قوي ان البرازيل يعني البرازيل تطلع من كرواتيا، يعني حاجه ما كانتش حد يتوقعها اصلا. اكيد يعني. دلوقتي انا اتوقع الاربع مراكز. توقعك؟ فرنسا مركز اول ان شاء الله يعني، والارجنتين مركز تاني، مركز تالت ورابع ده بقى ممكن يعني المغرب عملت انجاز في البطوله كلها، يعني ان مش هيستخسروا اي حاجه، مش هيستخسروا نقطه عرق فيهم، ان هم يعني لازم يوصلوا المركز التالت، مش ما عندهمش خيارين. طبعا كنت قلت الارجنتين هي اللي هتكسب في النهائي، بس ده طبعا صعب انك تحدد بين الارجنتين وفرنسا لانهم فريقين كبار، بس برضو اديها الارجنتين مركز اول، ومركز تاني طبعا فرنسا. اما نيجي بقى المركز تالت ورابع فالمغرب وكرواتيا، ودي مواجهة تاريخية. لازم المغرب تكسب عشان تبقى وصلت لحاجة في البطولة، حتى لو خسرت فيها هي في الاربعه الكبار. خلي بالك برضو كرواتيا والمغرب لعبوا برضو في دور المجموعات مع بعض. وصلوا لغاية مراكز عالية، وصلوا المربع الذهبي. وكرواتيا طبعا كسبت البرازيل المكسب غير مستحق جدا، بس فقلت أرجنتين فرنسا وأديها للمغرب كرواتيا. انا بالنسبه لي هيبقى ارجنتين فرنسا كرواتيا المغرب هتبقى رابع. لان انا حاسس ان هي هتفقد كتير قوي من الهزيمه بتاعت فرنسا، ف كرواتيا كده كده خلاص ما كانتش فارقه معاها، هتلعب كويس، والمغرب هتنزل مستواها. اعتقد هيبقى المغرب الرابعه بس، ولو شرفونا يعني. وكده نكون خلصنا حلقتنا، وبشكر متابعينا وبكده نكون خلصنا حلقتنا، وهي ما كانتش طويلة يعني. خلاص احنا بنتكلم في النهاية وشوية توقعات، وبشكر خالد ومحمود، وان شاء الله في حلقة تانية.